شوربه ديال السمك. دونك وعدتيها انك غتعطيها شوربه ديال السمك بحال اللي كياكلوا الناس في لي ريستورون مضخمين. دايوغ تفكرت هذيك السيده اللي عطيتيها لي بيني ديال القمرون وقالت لك صدقوا لها حسن كاع من الريستورون. فاليوم ان شاء الله غادي نقدموا لكم كذلك شوربه سمك رائعه من عند الشيف. وراه السيدات وجدوا داكشي اللي قلتي لهم، الريوس ديال الحوت والقشور ديال القمرون، حتى حاجه ما تلاحت لا للضياع. بطبيعه الحال غير واحد الحاجه، هاد لا سوب اللي غادي نعطوها ربما هادشي يلقاوه في لي ريستورون باش نكونوا واضحين، ربما كاين في بعض لي ريستورون، ولكن هذه الطريقه ديال اللمسه ديال الشيف هذه اللي الحمد لله تيشكروا فيها السيدات والناس اللي تيجيو ياكلوا عندي في لي ريستورون. هنا تنحتاجوا لهاد السوبه ديال الحوت، كنحتاجوا ليها مثلا العظومه والريوس ديال الحوت، وبالاخص الا كان الراس كبير بحال الراس ديال القرب مثلا، الراس ديال السومو، هادو مزيانين. بحال القمرون، القشره ديال القمرون كنستعملوها في غالب الاحيان، كنستعملوها غير في لي صوص باش نعطيكم واحد النظره. القشره ديال القمرون كنستعملوها في لي صوص، ما تضيعوهاش، ديروها في الكونجيلاتور وخليوها حتى تجي وقتها ونقول لكم شنو غادي ديروا بها. اما دابا تنستعملوا غير العظومه والريوس ديال الحوت، وسيرتو الا كان الراس كبير. واحد البصله كامله تتكون مشلضه، واحد كرفس، واحد 100 غرام ديال الكرفس على حساب قبطه ديال الكرفس الصغيره، واحد 2 خيزويات، واحد شويه ديال الزعتره والماء بطبيعه الحال، باش غادي نغطيو به دوك هاد المقادير هادو ونخلوه حتى يطبخ. هذا تنديرو به البلول ديال السوبه، حتى كيبقى يطبخ مزيان. هاد الشيء تيطبخ ابري تنهزوه تنطحنوه كامل بالريوس بهذاك الشيء كله، تنطحنوه. ملي تنطحنوه تنصفيوه تعطينا واحد البلول هائل. من بعد غادي نقزو دابا السوبه ديالنا. السوبه تنحتاجو لها 2 عواشق كبار ديال زيت العود، واحد ربعه ديال البصله صغيره مقطعه مشلطه، واحد ديال البسباس، واحد الراس ديال البسباس، واحد 3 ديال العروشه ديال الزعتر، واحد 2 ورقات سيدنا موسى، 6 ديال الريوس ديال الثومه، واحد 3 د المطيشات كنكون حيدنا لهم الجلده وحيدنا لهم القشره ديالهم وحيدنا لهم الزريعه ديالهم، واحد العشق كبير ديال المطيشه ديال الحك، واحد نص سيترو حتى لتر الا ربع ديال الماء والملح والابزار. نعم. هنايا تناخذوا هاد المقادير كلهم تنبقاو نضربوهم في زيت العود حتى يتشحروا لينا مزيان، وتنزيد عليهم الماء وتنزيد عليهم داك البلول اللي درت قبيله ديال الحوت حتى كتبقى تختار مزيان. او ميم طون تنحيد ليها ديك الرغوه اللي تتكون الفوق تنحيدها. من بعد هنا عندك الاختيار، مثلا بغيتي تزيدي شويه ديال لي كروفيت تزيديهم، كان شات لك شويه ديال الحوت كتزيديه وتتخليها تطبخ حتى تشوفي الريحه ديالها بدات كتعطي مزيان. لو سكر ديالها هو هي الريحه حتى تعطي، اين فوت تشوفي الريحه تعطات مزيان واحد المده ديال 20 30 دقيقه. هي السوبه ديالك وجدات، وقدميها بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه والراحه. ودائما كنلاحظ